دشن وكيل محافظة أبين الأستاذ عبد العزيز الحمزة ومعهم مدير عام مديرية مودية الشيخ سمير محمد الحيد دشن مشروع السلة الغذائية الرمضانية للأيتام ومرضى الفشل الكلوي والسرطان، وذلك في إطار مديريات المنطقة الوسطى مودية لودر ومديرية الوضيع بتمويل من مؤسسة إسعاد الإغاثية الذي يستهدف 170 أسرة مستفيدة. خلال التدشين تحدث وكيل المحافظة الحمزة ومدير عام مديرية مودية الشيخ سمير محمد الحيد عن أهمية تقديم مثل هذه المساعدات الإنسانية في هذا الشهر الفضيل، وأشاد بدور مؤسسة إسعاد وفي تدخلاتها الإنسانية ودعم المشاريع الصغيرة في محافظة أبين والمنطقة الوسطى. نكون هنا في مديرية مودية لتدشين توزيع السلال الغذائية ضمن المشاريع الرمضانية التي تقدمها منظمة إسعاد الإغاثية في محافظة أبين، والذي تستهدف 3 مديريات: مديرية مودية ولودر والوضيع، لفئات محددة: مرضى السرطان ومرضى الفشل الكلوي والأيتام. هذا المشروع يستهدف 177 أسرة من هذه الفئات المخصصة التي تساعدهم لمواجهة أعباء رمضان. في البدء نشكر مؤسسة إسعاد للإغاثة الإنسانية على ما توفره من مساعدات إغاثية للأسر الفقيرة والأسر التي يوجد لديها شخص من أمراض الفشل الكلوي أو أشخاص من الأمراض السرطان. هذا الأسر التي تتأثر وتحتاج إلى مساعدة إنسانية. نشكر كثير من المنظمات التي نحاول أن تدخل مديرية مودية لتساعد هذه الأسر المحتاجة لمثل هذه السلة الغذائية التي تعينهم في ظروفهم المعيشية التي ممكن أن توفر لهم قدر المستطاع. المنفذ الشريك رئيس مؤسسة نور الإبداع أسامة سميح أكد أن المشروع جاء دعما لفئة المرضى واليتامى في محاولة لإعانتهم والوقوف إلى جانبهم خلال هذا الشهر المبارك. حضر التدشين مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل بمديرية مودية أحمد سالم عبادي، وسليمان خالد علي مدير البرامج والمشاريع بمؤسسة نور الإبداع. لقناة عدن الفضائية، ردفان عمر، محافظة أبين.